أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم متابعين إكرام أبو إدريس. اليوم إن شاء الله حنتكلم على نادي الزمالك وخروجه من كأس الرابطة امبارح. خروج يعني مخزي للجمهور. نادي الزمالك انهار في خلال 7 دقائق، دخلوا فيه 3 أهداف. تحس إن اللاعيبة يعني مفيش روح، مفيش أداء. تحس اللعيبة راح تقضي مهمة وخلاص، اتهزمت فازت ما تفرقش معاها. طول ما الحكام تخلت عن الزمالك فدي مستوى الزمالك ودي مستوى لعيبة الزمالك. بصراحة أنا حزين على الزمالك، يعني الحكام تخلت عنه 3 هزيمة على التوالي. امبارح 3-0 بالبنك الأهلي. اللعيبة واقفة تتفرج على بعض، مفيش روح عنديهم، عاملين زي موظف الحكومي راح اشتغل أو ما اشتغلش آخر الشهر طلع له راتبه، فمش فارقة معاهم، مش فارقة معاهم غضب الجمهور. وهنا أتكلم على الجمهور بتاع الزمالك اللي كان بيحفل على النادي الأهلي بعد الهزيمة القاسية من سان داونز. يعني وناصر كل ما يقابلني يقول لي أبو 5، قبل كنت بقيت هزمت 3. يعني نتكلم على بيراميدز، اتهزم امبارح برضك من إنبي بضربات الجزاء 6-5. نرجع لمباراة الزمالك، مباراة الزمالك الوحيدة اللي هي في ماتش الرابطة اللي خلصت في موعدها الرسمي. جميع الماتشات تخلص بضربات الجزاء إلا ماتش الزمالك والبنك الأهلي خلص في الوقت الرسمي. نرجع نتكلم على النادي الأهلي، إن شاء الله يؤدي أداء مقنع، وإن شاء الله يفوز على الهلال السوداني عشان يرد اعتباره واعتبار الهزيمة اللي تهزمها 1-0. لازم يرد عليهم في الملعب ويوريهم من النادي الأهلي. يفوز عليهم أقل حاجة إن شاء الله 3-0 أو 4-0 إن شاء الله عشان نوريهم من النادي الأهلي. نشكر بردك وزير الداخلية اللي سمح لجمهور النادي الأهلي 50,000 متفرج. وهنا يعني كده أنت بتدي طابع إن مصر الحمد لله بلد الأمن والأمان. كل ما أنت بتلعب بجمهور وبتقدر تحافظ تحضر ماتشات الجمهور يبقى مصر فيها أمن وأمان. طول ما أنت مش بتدخل جمهور ومش بتلعب بجمهور فالكل هيحس إن مفيش أمن، لأن كل هيتكلم يقول لك أنت ماتشاتك بتاعت الدوري بتلعبها من بلا جمهور. لو بتلعب بجمهور يبقى في عندك أمن وأمان، وإن شاء الله تبقى بداية خير. يعني 50,000. واليوم النادي الأهلي طرح 15,000 تذكرة على موقع النادي الأهلي، إن شاء الله يبقى 65,000. ولو 50 برضه كويسين، بس أهم حاجة يكون الروح حاضرة مع اللاعبين، وكورر يحط التشكيلة الصح، ما يتفزلكش زي ما بيتفزلك. لازم يحط تشكيلة مظبوطة عشان يعدي الماتش الصعب جدا جدا اللي هو يوم 1. واللعيبة هتبقى جاية من اللعب مع المنتخب يعني منهارة. هتلعب بيوم 28 اللي هو بكرة إن شاء الله، هترجع تلعب بيوم 1، يعني مفيش راحة غير يومين أو 3 أيام. هتبقى جاية من سفر، فالله يكون في عونهم. وعلى إدارة النادي الأهلي لازم توفر حماية الكهرباء ولاعيبة النادي الأهلي، خصوصا كهرباء من الإعلام الزملكاوي ومن الجمهور الزملكاوي. حتى شباني اليوم طالع بيقول لك النادي الأهلي هيبيع كهرباء. طب أنت أي دليل بتتكلم؟ أي مصدر؟ أنت مصدر يعني موثوق منك إنك أنت تقول النادي الأهلي هيبيع كهرباء؟ أو أنت شغال ضمن الإدارة بتاعت النادي الأهلي؟ فدي كلها بيشتت كهرباء، بيشتت اللاعبي. وأتمنى محدش يعني من لاعيبة النادي الأهلي تسمع له. وكهرباء لازم يركز في التدريب، وكل شيء إن شاء الله يتحل. تنسوش المتابعة والاشتراك في القناة والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.